صاحبي حبيبي عامل ايه؟ اخبارك ايه يا صاحبي؟ الحمد لله. ده ايه المحبه دي كلها؟ هيحصل العداء دلوقتي. هو انت هتذاكري تاني ولا ايه؟ النهارده كام يوم العيد؟ تامن يوم العيد. انت من الناس اللي وحضرتك واخد 10 ايام اجازه. تمام. نيجي بقى على المضمون ونخش على المفيد. حضرتك يوم ما خدت الاجازه مش دخلت على صاحب الشغل اداك ظرف جميل كده لونه ابيض ومن ورا في حساب متفلط زي ده، صح؟ صح كده؟ انت اكيد لقيتي غلط في حساب الظرف في الشغل. أيوة. بتاعي وان شاء الله لا ده حساب. ده حوارك مع صاحب الشغل، دي حاجه ما تخصنيش، انا ما براجعش وراك ولا وراه. انا ما بتدخلش في حياتك بصراحه، انا غير ان انا اقول لك هات 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 بس. تمام؟ دي حاجه ما تخصنيش. حضرتك قدرت تتكلم مع صاحب الشغل وتقول له تلت التلاته كام؟ ده صاحب الشغل صح كده؟ وهو ادرى منك. بتاخد الظرف من السكات كده وتاخده وتمشي، صح كده؟ تمام. بص حضرتك خلال ال10 ايام اجازه دي طلباتك اللي طلبتها مني. تمام. حضرتك انت يوم ما خدت الاجازه انت ما اتحركتش من على الكنبه دي، الكنبه دي لو نطقت هتقول لك ارحمني وقوم من عليا شويه. تمام. انت حضرتك نايم قايم بتاكل بتشرب عليها. اوكي؟ مش موضوعنا. مش موضوعنا. بص حضرتك طلبت 100 مره كوبايه شاي في 10 جنيه. 100 مره كوبايه شاي في 10 جنيه. يعني ايه في 10 جنيه؟ كل كوبايه شاي هكسب 10 جنيه قصدي؟ لا حضرتك هتدفع عليها 10 جنيه. ادفع على ايه؟ على كوبايه الشاي. مش عايزه حوارات وكلام، مش قلنا صاحب الشغل ما ينفعش ان احنا نتكلم معاه كتير؟ تمام. حسابك 1000 جنيه اجمالي. ثواني بس، هو كوبايه الشاي ديت اصلا انا بشربها في اي قهوه ب7 جنيه. حضرتك دي قهوه مش بيت محترم. انت بتشرب في بيت محترم. طب اكيد محترم. بيت محترم، حط علامه تحت بيت محترم. مش موضوعنا. القهوه بتشربها في القهوه بكام؟ 15 ب 12 ونص. عملت عليك اوفر جامد ولا لا؟ في عرض جامد. انت بتتكلم جد ولا بتهزري؟ ب 12 ونص كوبايه القهوه هنا في البيت المحترم، في 50 مره كوبايه قهوه ب 600 جنيه 25. يعني انا بشرب 5 كوبايات قهوه في اليوم وبشرب 10 كوبايات شاي في اليوم. علبه الكحك دي خلصت ازاي؟ اوكي كده لوحدها وانت بتاكل كحكايه كده لوحدها، مش في شرفه قهوه او شاي. مش موضوعنا يا احمد. ريموت التلفزيون طلبته مني كام مره؟ لسه جايب لك واحد اهو. طلبته كام مره؟ لا انا اللي جبته اخر مره. لا طلبته هو هناك كده بعيد، مش بعيد عن ايدك. طلبته كام مره؟ قصدك ناوليني الريموت عشان اغير وكده. ايوه 200 مره مناوله ريموت. 200 مره ببقى قاعده جنبك كده في الكنبه. ركا بعد اذنك او النبي ممكن تناوليني الريموت؟ اقول لك اهيني وانا جنب الكشكول وبقيت. تمام. 200 مره مناوله ريموت تلفزيون في 5 جنيه ب 1000 جنيه. 1000 جنيه ايه اللي هتاخديهم مني في ريموت؟ ايه ده؟ قلنا ما ينفعش تتفاوض مع صاحب الشغل. تمام. سناكس انت جايب لي قد ايه سناكس جوه؟ الحمد لله انا اللي جايب. جايب قد ايه؟ جايب لك كتير اشكال والوان. طيب الحمد لله، يعني انا اللي جايب اهو. طلبت 200 مره سناكس في 10 جنيه ب 2000 جنيه. 2000 جنيه ايه اذا كان كده؟ ده اضعاف حق السناكس. ده انا في مره جبت لك سناكس في طبق صغير قلت لي خش كبري الطبق. طب ماشي، مش ما هو رجوعي ده مش بفلوس. واقول لك عيني يا حبيبي. غسيل بتروح تغسل في دراي كلين بكام؟ ما بغسلش في دراي كلين، انا جايب غساله ليه يعني؟ ما رحتش قبل كده غسلت البنطلون في دراي كلين وانا مش موجوده في البيت ب 30 جنيه غسيل ومكوى؟ ماشي، ما ب 15 جنيه غسله كامله، دوره كامله ب 15 جنيه. هو ايه 50 مره. طب ما ثواني بس، ما انا اللي جايب المسحوق دوت وانا اللي بدفع. انا ماليش دعوه يا حبيبي، انا دلوقتي بتكلم عن المجهود. انا دلوقتي ماليش دعوه بالنسريات اللي انت بتدفعها دي. انا دلوقتي بتكلم على مجهودي الشخصي اللي المفروض اللي انا بذلته فباخد حقه. ده مش ده. انت فاكرني ان انا ساكته واقول لك عيني وروحي وراسي وقلبي كده من فراغ ازاي؟ من فراغ. ده ان كيدهن عظيم. ده عظيم قوي. 50 مره غسلت في 15 جنيه ب 750 10 ايام صح؟ يعني انت بتغسلي برضه كل ده في ال10 ايام. يعني انت برضه في اليوم بتغسلي 5 مرات.
طب هو انت بتغسلي 5 مرات وبتعملي لي 5 كوبايات قهوه و10 كوبايات شاي، طب انت بتلحقي تعملي كل ده ازاي؟ بقعد لا ده في خم. بقعد يعني انت ما انت أنا قاعده اهو. انا دلوقتي بقعد عشان بقى عايزه الراتب عشان امشي بقى خلاص. راتب؟ اه اه استنى بس، انا كده النهارده قعدت، امبارح قعدت، اول قعدت ما ما بقعدش. انت لسه قايله ان انت بتبقى قاعده جنبي في التلفزيون وبتاعت الريموت وما انت قعدت ناوليني مش موضوعنا يا احمد، خليني اخلص عشان انا بنسى. ماشي تمام. اهو الورق عمال يقع. ميه 300 مره اناولك كوبايه ميه يا مفتري الميه ثواب. يا مفتري. ثواب هتخش الجنه. ده موضوعي بقى بيني وبين ربنا، انت مالك؟ ازاي انا مالي؟ حاجة ما هو تخصني؟ مالي امال مين؟ دي حاجه تخصني انا ورب العالمين، ادخل جنه ادخل نار، دي حاجه تخصني انا ورب العالمين. ده على الخلق للخالق. يا شيخ انا اللي ساقى كلب دخل الجنه، ما بالك اللي ساقى يا بني عم آدم؟ ده كلب. طب انا بني ادم. بس كده، ده على الخلق للخالق بقى. لا اله الا الله. 5 جنيه 5 جنيه عامله لك اوفر فظيع 5 جنيه ب 1500 جنيه. دي ازازه الميه المعدنيه كلها على بعضها بكام؟ ب 7 جنيه ازازه ولا ميه 10 معدنيه، جنيه؟ تعلم بقى هي ممليه منين؟ حضرتك انا في فلتر 7 طب سؤال مراحل. بقى، سؤال، انا مش هحاسب على الميه مبدئيا كده. انا لما بخش ده اكل في الشيك مطعم لو والطبع. ما فتحتش ازازه الميه ما احاسبش عليها. انا ما شيك. فتحتش ولا ازازه ميه في البيت. الشيك والطبع الطبع على نفسك بقى، ماليش دعوه. عادي جدا. ماشي. عادي جدا. مش هحاسب على الميه برضه. براحتك. ماشي. ايه تاني بقى حضرتك؟ تحضير اكل 40 ده واجبك بقى. مرة تحضير واجبك. اي ست مصريه بتطبخ في بيتها. في العيد. ما في عيب. حضرتك واخد الاجازه عشان ترتاح في العيد. طب ماشي، ما انا شقيان طول الشهر وفي الشغل وانا شقيانه طول السنه. طب ما هو ده واجبك. طول السنه. ما هو ده واجبك. 10 ايام زي ما خدتهم اجازه خدهم زيك. مفيش حد احسن من حد. الست والراجل بقوا كده، بص في سوا بعض. انت بتشتغل انا بشتغل، انت تاخد اجازه انا اخد اجازه. انت بتشتغلي فين؟ انت قاعده ربة بيت اهو. ربة بيت بشتغل اكتر منك. طب ماشي. روحي يا ماما، هاتي يا ماما، اطلعي يا ماما، انزلي يا ماما، حضري يا ماما، اغسلي يا ماما. مش موضوعنا برضو، مش موضوعنا. لا انا دخل حضرتك ضريبه في اي محل بتدفعها يعني كام؟ بعد كل ده كمان في ضريبه؟ بتدفعها كام؟ 14%. عليت عليك ضريبه 14%. انا عليت عليك عشان تعرف بس ان ركا اصيله. حضرتك حسابك 7875 زائد ضريبه 56 وربع، حساب التوتال 7931. نقول 8000. هو 7931 وربع، نقول 8000. ده في تبس اجباري كمان. نقول 8000. اقل من 8000 حضرتك الشيك معاك تراجعه براحتك. تمام. وليك يعني حريه الاختيار. طيب هو انت ادم في ايه؟ يا ادم. ماله ادم؟ طيب لا انا متفق معاه على حاجه. تعالى يا حبيب مام. طب انت قلت لي ان مفيش نقاش مع صاحب بقول لك الشغل يا ولا روحي، مفيش هو انا قلت لك بابا لو ما وافقش على الحاجات دي هنعمل اللي احنا ايه؟ اتفقنا عليه. صح كده؟ اقفل باب الشقه بالمفتاح وخبي المفتاح. يلا يا حبيبي. طب هما 8000. طب اقول لك على حاجه. قول يا قلبي. 8000. طب انا دلوقتي انا مش معايا فكه. هاتي 2000 جنيه واديك 10000 مجمدين. لا هات انت ال 10000 جنيه ويبقى لك عند ربنا بقى 2000 جنيه. لا. عارف هعمل لك بيهم اوفر العيد الكبير. طب ايه رايك ادخلك الجمعيه؟ ماليش فيه، دي حاجه تخص حضرتك. لا تويه. طيب. طب خلي الفاتوره معاكي. اتفضل. لحظه واحده بقى. رايح فين؟ جاي. براحتك يا قلبي، انا قاعده هنا قدام باب الشقه، مفيش اي مشاكل يا روحي. فاكر ان انا هجري وراك والجو ده؟ مفيش منه حبيبي. بس كده اديني قاعده لك قدام باب الشقه.